السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب سارة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان الفيديو ده المفروض كان ينزل لكم يوم 12 اللي هو يوم عيد ميلاد ايلاند. فمش عايزة اقول لكم على قلة الفضل اللي انا فيه وكسلي بصوا حاجات كتير قوي اضطريت ان انا ما منتجش الفيديو ولا انزله. فقلت خلاص بقى هكرر ان انا منتجه وانزله لكم النهارده. فخليني اقول لكم النهارده كان ايه، او يوم 12 كان ايه. كان عيد ميلاد ايلون حبيبه قلبي بنتي. وكمان كان عيد ميلادي انا كمان، لان انا والداها في نفس اليوم. مش بس كده، كان كمان مناسبة ان كاتب كتابي كان في نفس يوم عيد ميلادي. فكانت 3 مناسبات مش بس مناسبة. فكان اليوم ده لازم يكون مميز قوي، لازم يكون فيه حاجات مختلفة. فقلت لازم ان انا هحتفل لها بيه. اول حاجة كده انا هعمل كيكة كده صغيرة. بس طبعا مش هتبقى كيكه العيد ميلاد، يعني احنا طلبنا تورتايه شكلها حلو قوي، هوريها لكم. كتبنا عليها برضو ايلين، وكتبنا لينا علشان خاطر اختها يعني ما تزعلش وكده. اول حاجه كده هعمل كيكه معاكم، كيكه بالشوكولاته. طريقتها حلوه قوي وسهله، واستخدمت بس بيضتين فيها، وكلها في الخلاط. مش هتكلفك اي حاجه، يعني هي هتكلف، هي الميزانيه كده كده عادت خربانه خلقه، والحاجات كلها غاليه، واحنا عارفين ان الظروف الماديه عادت على قدها. فاحنا بنحاول نعمل حاجات بتكلفه اقل وتبقى برضو كويسه. حطيت بيضتين، كيسين فانيليا، كوبايه سكر، كمان حطيت فوقهم كوبايه لبن ونص كوبايه زيت، وهبدا افرمهم في الخلاط زي ما انتم شايفين كده بالظبط. حطيت زيت حوالي برضو كوبايه الا ربع، يعني هو نص السكر زيت ونص الزيت، نص دقيق سكر ونص السكر زيت، وكوبايه اللبن والبيضتين. وحطيت كمان كيسين فانيليا، وهنستخدم لهم كيسين بيكنج باودر. هنا بقى حطيت اللبن زي ما انتم شايفين كده حوالي بقى. انا كنت بعمل اضعاف الكميه، يعني بعمل معيارين. فحطيت كوبايتين 3 لبن زي ما انتم شايفين، حوالي كيلو الا ربع لبن. وبعد كده بدات افرمه واتضرب كله في الخلاط. هبدا احطهم في بوله بقى كده. المكونات كلها بقت معايا تمام. هبدا بقى انزل بالدقيق بالتدريج، وبعد كده حطيتها في الفرن. وبعد ما قبت عملت لها صوص شوكولاته وكبيتها فوقها كده، وحطيت عليها حاجات بسيطه كده زينتها زي ما انتم شايفين شكلها. طبعا ما بعرفش اصور معاكم كتير، فصورت مقاطع كده. عايزه اقول لكم كانت تحفه قوي يعني. المهم ان انا ضفت الدقيق بالتدريج وقلبته، والبيكنج باودر وخلاص يعني، وحبه كاكاو، وحطيتها في الصينيه وفي الفرن على درجه حراره 200. هنا بقى كنا بنجهز لعيد ميلاد، وايلين ولينا كانوا معايا. كنت جايبه لها بلالين سمره كده، وجايبه لها رقم 1 زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو بقى، وهتشوفوا بقى الديكور في الاخر. اول حاجه نفخت البلالين كلها. بصوا مش هقول لكم ان انا كنت جايبه حاجات واو وهنعمل زينه كتير جدا، لا انا جايبه حاجات بسيطه جدا يا دوبك نفرح بيها الاطفال، وفي نفس الوقت نفرح، احنا بندور على الفرحه، وفي نفس الوقت ما نكلفش نفسنا كتير قوي يعني. بسبب ان احنا عنا دلوقتي في يعني في زمن غير الزمن، ولازم نوفر على قد ما نقدر. فنفخت البلالين زي ما انتم شايفين كده، وجبتها سودا علشان يعني انا حبيت اللون يكون اسمر يعني. فهنا علقت بقى البلالين كلها في السقف زي ما انتم شايفين، وقلت لها اللمبه الحمراء والزرقاء والخضراء، وعملت لها هابي بيرث داي. دي كانت عندي كده علقتها لها برضو. هنا بقى معايا كنت جايبه شوك واطباق برضو علشان ما اغسلش كل حاجه تترمي على طول كده. بوفر صحتي يا جماعه. بس كده. زي ما انتوا شفتوا الكيك بصوا عايزه اقول لكم طلع روعه بجد، مع ان الانبوبه كانت بتشطب وكان يومنا طويل جدا ومليء بالمغامرات، بس طلعت حلوه قوي وهشه جدا. هنا بقى بدات احط كل حاجه على الترابيزه. حطيت بقى كمان، مش عايزه اقول لكم ان انا كمان الكوبايات ما طلعتهاش، انا جبت كوبايات بلاستيك. هنا بقى قطعت فراوله وعملت قلوب كده على الكيك، وهنا طلعت لها التوكه المكتوب عليها هابي بيرث داي، وانا اللي هلبسها في الاخر. ورقم 1 اللي هي سنه، اول سنه ليها طبعا. كل سنه وهي طيبه، يا رب العمر كله ليها وتاخد من عمري كده دايما، وديها كل سنه ان شاء الله. هنا بقى صبيت الفانتا او الكولا يعني. وهنا التورتايه بقى الجميله اللي انا طلبتها مكتوب عليها ايلين ولينا، حلوه قوي. وحبيت شكلها جدا يعني. هنا بقى ايه الديكور الاخير زي ما انتم شايفين. وتيتا بقى كانت وصلت اللي هي ماما. طبعا بدات بقى تلعب مع ايلين، وبدات ايلين تلعب وترقص، كانت فرحانه جدا ومبهجه قوي بالموضوع. لانه اول مره يعني ليها.
كانت كمان عيد ميلاد لينا، كانت زعلانة، أنا قُلت لها: "لأ، عيد ميلادِك أنتِ كمان." وكمان لبّستها الفستان علشان تقتنع إن هو برضه عيد ميلادها وما تزعلش. وكمان اضطريت إن أنا يعني لازم أكتب برضه لينا، لإن أنا دايمًا باحب أفرّحها برضه، مش باحب أزعّلها، وخلّيتها كمان هي تطفّي الشمع مرّة وأيلين مرّة علشان يعني بُصّوا إحنا بندوّر على الفرحة وكل حاجة بين العيلة، ولمّة العيلة دي بتكون حاجة جميلة جدًا، وكفاية قعدتنا أيًا كان المناسبة، حتى لو مناسبة بسيطة بكفاية اللمة وبكفاية الفرحة، إحنا بندوّر على الفرحة. فالحمد لله ربنا يخلّي عيلتكم يا رب ويخلّي لنا عيلتنا يا رب. هنا بقى كان موجود تيتة وحماتي طبعًا اللي هي تيتة التانية، أمي التانية طبعًا، وموجود حبايبنا الجُمال. بدأنا بقى نطفّي الشمع زي ما أنتم شايفين، ولينا بقى كانت بتغني وفرحانة جدًا، وهتبدأ بقى مش عايزة حد يطفّي، عايزة هي بس اللي تطفّي، فهتبدأ بقى إيه، تطفّي الشمع. عايزة أقول لكم إن أنا كنت فرحانة أوي، وأول مش هتصدقوني لو قُلت لكم أول مرّة في حياتي أحس إن عيد ميلادي يعني أو احتفالي بعيد ميلادي ده يبقى مميز جدًا، إن أنا أجيب أيلين يوم عيد ميلادي ده، فبالنسبة لي يعني حاجة جميلة أوي، إن أنا أول مرّة أحس إن يوم عيد ميلادي مميز أوي كده، ومميز كمان إنه يوم كتب كتابي، فكان مميز أوي السنة دي غير كل سنة. طبعًا هنا أيلين كانت بتطفّي برضه الشمع تاني مرّة. هنا بقى خلاص خلّصنا، هنبدأ بقى نقطّع التورتة بقى وكده، ونفرّق الجاتوه اللي أنا عملته ده. و هنا كنت عايزة أورّيكم بس الشكل الأخير كده. عايزة أقول لكم شكل يعني كانت حلوة، شكل الترابيزة، وطبعًا حاجة على قد وكده. بس كده فيديو النهارده خلص، أتمنى يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك ودعوة حلوة من قلبكم، ودعوة كمان لطول عمر أطفالي ويخلّوهم ليّا ويخلّوا لكل واحد طفله، ومدّي اللي عايز يا رب وما يحرمش أي حد. استنوني في فيديوهات كتير أحسن وأفضل، مع السلامة.